السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة بقى هنعمل شوية رز عسل، شوية رز كريمي، شوية رز بقى طعمهم تحفة تحفة في الجو الساقع ده والشتا اللي داخلة علينا بتقلها. وعايزين بقى حاجة تدفينا وحاجة تكون على قد ايدينا ومتوفرة في البيت نعملها بكل حب وبكل نظافة ان شاء الله، لان العلبة بقت بمبلغ وقدره دلوقتي بره. زي حالتي كده بقى اسرة من 7 افراد، فلازم بقى نقوم كده نشجع مرة حلو ومرة حادق ونعمل حاجات على قد ايدينا في البيت. هنا كان معايا حبايب قلبي كوباية رز مغسولة، كوباية كبيرة مية مغسولة كويس جدا ومصفينها، حطيتها في لتر مية ونسيبها لغاية ما حجمها يتضاعف على النار وتستوي معانا. وهقول لكم خدت مني وقت قد ايه عقبال ما تستوي حبايب قلبي. جبت بولة حطيت، ده كان معايا لتر لبن، ده اللبن معلب اكياس عادية او اللي هو في العلب، عندك لبن جاموسي مفيش اي مشكلة. خدت منهم حوالي كوباية صغيرة، حطيت عليهم معلقتين كريم جانتيه ومعلقتين لبن بودرة كبار. يبقى هنا حطينا كوباية صغيرة، خدنا من اللتر لبن، خدنا كوباية صغيرة لبن، حطيت 2 معلقة كريم جانتيه واتنين لبن بودرة. ما عندكش لبن بودرة مفيش أي مشكلة، حطي كريم جانتيه. ما عندكش الكريم جانتيه ممكن تحطي حبيبتي اللبن البودر، بيدي طعم وبيدي طعم غني كده وبيدي طعم كريمي، مفيش أي مشكلة. المتاح عندك اعمليه، بس كل دي إضافات بتدي طعم جميل جدا جدا للرز بلبن وبتخليه زي بتاع المحلات الجاهز بالظبط. ودول حبايب قلبي معلقه ونص كبيره نشا. انا بصراحه مش بحب اتقل قوي علشان الرز بينزل النشا بتاعته، فاحنا حطينا معلقه ونص نشا. كل الحاجات دي ما ينفعش تتحط على الرز وهي سخنه، لازم الاول نخلطها على البارد كويس جدا. يبقى احنا حطينا الكريم جانتيه واللبن البودره والنشا. هنا بقى حبايب قلبي كانت معلقه قشطه، دي قشطه سايبه بتتباع، جايباها من السوبر ماركت عند حضرتك. وش اللبن مفيش اي مشكله، ونخلطهم كويس جدا جدا علشان بعد ما الرز يستوي. هنا بص حوالي خد مني نص ساعه، وطيت عليه والحله طبعا ما بتلزقش، وسبته لما كميته اتضاعفت واتهرى مني. حطيت عليه بقت اللتر لبن اللي خدنا منه حبايب قلبي كوبايه للخلطه اللي احنا عملناها دي، وهسيبه حوالي بالظبط 10 دقايق علشان يتشرب كده ويتفاعل ان شاء الله مع اللبن. اول ما سبته بقى شويه حطيت عليه كوبايه وربع سكر. السكر على حسب حضرتك ما بتحبي، عايزاه مسكر قوي حطي كوبايه ونص، بس انا حطيت كوبايه وربع. انا ولا بحبه يعني مسكر ولا ماسخ، يعني بيبقى وسط. الكوبايه وربع على كوبايه كبيره رز اللي هي كوبايه الميه خدت مني حوالي حبايب قلبي كوبايه وربع. يبقى كده ده كان السكر بتاعه مظبوط. هنسيبه تاني حوالي 10 دقايق قبل ما نحط عليه الخلطة دي علشان السكر اسفة ان هو يختلط ويسيح في ان شاء الله اللبن والرز. وبعد كده بقى بعد 10 دقايق تاني نحط الخلطة الجميلة دي. هنسيبه بقى حوالي حبايب قلبي 10 دقايق كمان، واحنا مش عايزينه بقى يقعد يتقل على النار ويتكثف واللبن يشربه كله، لا احنا عايزين في سوائل. اول ما ياخد 10 دقايق ويشرب من كل النكهات الحلوة اللي احنا حطيناها والسكر يكون ساح معانا، نشيله حبايب قلبي. علشان لو سيبناه اكتر من 10 دقايق بالكتير ماكسيموم هتلاقي كميته قلت معاكي، واحنا لما تيجي تصبيه مش هيبقى فيه سوائل، يبقى ناشف معاكي. بصوا اول ما خد 10 دقايق كده وغلي وعمل فقاعات كنت شلته. بصوا هو اول ما طبعا هيقعد هيتقل، كل ما بيقعد معاكي هيتقل. صبيت بقى حبة حبايب قلبي. بصوا الكمية الكوباية انت عايزة ممكن تعملي نص على كيلو الا ربع لبن، مفيش اي مشكلة. نص كوباية او كوباية الحجم الصغير، بس دي كانت كوباية رز كبيرة. انا باكد عليكم عشان احنا ما شاء الله ربنا يبارك ويزيد، ده ان شاء احنا ان شاء الله اسرة من 7 افراد، فانا بحب اعمل شوية سادة وشوية فرن للي ياكل بألف هنا وشفا. وان شاء الله حطيت كده حبة في البولات، وهنا كنت هعمل حبة فرن. حطيت اللي هي العلب دي بنجيبها جاهزة من عند
اللي هي مستلزمات الحلواني أو اللي هم بتوع المنظفات والبلاستيكات والحاجات دي بيبيعوها. فأنا باحب أجيبها عشان بتبقى سهلة كده وبتبقى شبه اللي برّه، فبنحب نحطها. عندِك طاجن ما فيش أي مشكلة، لو في أي حاجة عندِك حرارية ما فيش أي مشكلة، أنا ما باغرمكيش على حاجة، الموجود إن شاء الله يسِد. عندِك الخير والسعادة والحبّة أهُم، ودول بقى حبايب قلبي هنعمل فيهم إيه عشان يدّونا تطعيمة مختلفة. جبنا علبة القشطة دي، وزي ما قُلت لحضرتِك مش عندِك وش اللبن تحطيها، دي كانت قشطة سايبة. كنت جايباها من السوبر ماركت، وحطيت بقى على كل طبق حبايب قلبي حتة اللي هي أم مكة، عشان هي دي اللي هتدّيكِ التطعيمة الحلوة. وإن شاء الله تسيبيه حوالي ربع ساعة على الشواية، تولّعي فوق وتحت. الش ت تحت برضُك هيتشمّع شوية، وعلى الشواية تدّينا اللون الأحمر اللي بنشوفه في المحلات، اللي بيبقى جاهز ومضبوط معاكِ. يبقى حوالي ربع ساعة حبايب قلبي تحت. نفتح الفرن من تحت والشواية، علشان الشواية تدّي له اللون الأحمر. أول ما يتضبّط معاكِ وتحسّي إن خَد وِش، إن شاء الله تطلّعيه. ونحط بقى، دي كانت معلقتين زبدة سيّحتهم، حطيت بس معلقة صغيّرة عشان القشطة واللبن حبايب قلب القشطة والسمنة آسفة، بيدّوا له اللمعة الحلوة وبيدّوا له الطعم الغني اللي هو بيبقى زي المحلات. وعايزين نعرف إيه الطعم الجميل ده، ما عندكيش قشطة حطّي سمنة، ما عندكيش سمنة حطّي قشطة، الموجود حطّيه. بس أنا باقول لِك على الحاجة اللي بتبقى ناجحة زي العسل. حطيته في الفرن حبايب قلبي، وبعد كده أنا كان الشواية عندي كانت بايظة، فأنا حطيته في الفرن خَد حوالي ربع ساعة لغاية ما خَد منّي الوش ال الدهبي دوًّا. عشان حبايب قلبي زي ما قُلت لكم الشواية عندي كانت بايظة، إنما إن شاء الله الشواية بتاع حضرتِك هتدّي له اللون، هيبقى أحمر عن كده. بس هو خَد معايا لون دهبي علشان ما ينشفش معانا، ما نسيبهوش كتير علشان ما ينشفش معاكِ. هي ربع ساعة من الفرن من تحت والشواية زي ما قُلنا، علشان يحمر ويمسك نَفْسه شوية عشان ما ينشفش معاكِ. وبألف هنا وشفا تعمليه إن شاء الله ويكون أحسن من إيديكِ إن شاء الله. عندِك الخير والسعادة، واوعي تنسيني في الاشتراك حبايب قلبي والمتابعة ولايك. وإن شاء الله أشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.